والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون على سنن ثابتة لا تتبدل ولا تتغير إلى قيام الساعة، ويجب علينا النظر والاعتبار في هذه السنن. قال تعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وجعله خليفة في الأرض، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فالمالك الحقيقي للمال هو الله، وملكية الإنسان لهذا المال خلافة ووكالة نيابة عن الله تبارك وتعالى، وهذه قيمة العليا أن يكون الإنسان خليفة الله تبارك وتعالى في أرضه. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: حث الله تبارك وتعالى على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه، أي مما هو معكم على سبيل العارية، فإنه قد كان في أيديكم من قبل ثم صار إليكم، فأرشد الله تبارك وتعالى إلى استعمال ما استخلفكم فيه من المال في طاعته، فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركه. وقوله تعالى: مما جعلكم مستخلفين فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك، فلعل وارثك أن يطيع الله تبارك وتعالى فيك فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك، أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان. والواجب على الإنسان بموجب هذه الخلافة أن يصلح في الأرض ولا يفسد فيها، وأن يحسن الخلافة في الأرض بالأعمال الصالحة، كما يجب عليه أن يوقن بمبدأ الخلافة وأنه تاركا الدنيا وما فيها لمن يخالفه بعد، ولن يأخذ معه شيء من متاعها، فلو دام لغيره ما وصلت إليه. وهذه حقيقة يعرفها الصغير والكبير والذكر والأنثى على السواء. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يحضرني في هذا المقام قصة لأحد الملوك، والذي لم يشعر بهذه الحقيقة إلا في مرض الموت، فقد أوصى هذا الملك وهو على فراش الموت قائده 3 وصايا، قائلا: وصيتي الأولى ألا يحمل نعشي عند الدفن إلا أطبائي ولا أحد غيرهم. والوصية الثانية أن ينثر على طريقي من مكان موتي حتى المقبرة قطع الذهب والفضة وأحجار الكريمة التي جمعتها طيلة حياتي. والوصية الأخيرة: حين ترفعوني على النعش أخرجوا يدي من الكفن وأبقوها معلقتين للخارج وهما مفتوحتين. حين فرغ الملك من وصيته قام القائد بتقبيل يديه وضمهما إلى صدره ثم قال: ستكون وصاياك قيد التنفيذ بدون أي إخلال، إنما هلا أخبرتني سيدي في المغزى من وراء هذه الوصايا الثلاث. أخذ الملك نفسا عميقا وأجاب: أريد أن أعطي العالم درسا لم أفقهه إلا الآن. أما بخصوص الوصية الأولى فأردت أن يعرف الناس أن الموت قد حضر ولم ينفع في رده حتى الأطباء الذين نهرع إليهم إذا أصابنا أي مكروه، وأن الصحة والعمر ثروة لا يمنحهما أحد من البشر. أما الوصية الثانية ليعلم الناس أننا لن نأخذ معنا شيئا من المال حتى فتات الذهب. أما الوصية الثالثة ليعلم الناس أننا قدمنا إلى هذه الدنيا فارغي الأيدي وسنخرج منها
ونحن كذلك. إن الله تبارك وتعالى خلقنا في هذا الكون للابتلاء والاختبار والامتحان. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهذا الاختبار والامتحان يكون بالخير والشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى، لننظر من يشكر ومن يصبر ومن يقنط. كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ونبلوكم أي نبتليكم بالشر والخير فتنة، بالشدة والرخاء، بالصحة والسقم، بالغنى والفقر، والحلال والحرام، والطاعة والمعصية، والهدى والضلال. فالإنسان منذ ولادته في امتحان واختبار، والأرض هي قاعدة الامتحان التي يجري فيها هذا الابتلاء. أما مواد الابتلاء فهي النعم والمصائب، الخير والشر. يعطيك المال والولد والزوجة والأملاك والصحة وغير ذلك ليختبرك، ويسلب منك هذه النعم أيضا فيختبرك، ليبتليك في نفسك وأهلك ومالك أو زرعك أو تجارتك، ويحرمك المال والذرية. فالاختبار يكون بالعطاء ويكون بالسلب. والمؤمن الحق هو الذي يغنم ويكسب رضا ربه في الحالين، فيشكر في السراء ويصبر في الضراء، وليس هذا إلا للمؤمن. فعن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول ابن القيم رحمه الله: الإيمان يبنى على الصبر والشكر، فنصفه صبر ونصفه شكر، فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. الله خلق الناس متفاوتين في القدرات والمواهب والوظائف والدرجات، ليحدث التكامل والتضامن فيما بينهم، فيخدم بعضهم بعضا كل فيما يخصه. ويؤكد ذلك قول الله تبارك وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فأنت تحتاج إلى النجار وهو يحتاج إليك، وكل في مهنته يحتاج إلى الآخرين، والآخرون يحتاجون إليه، وذلك لإيجاد مجتمع متعاون ومتضامن ومترابط. فالناس فيه ليسوا سواء على نسق واحد في العلم والمستوى المعيشي، بل يتفاوتون في أوضاعهم ومهنتهم ووظائفهم، فمنهم الفقير ومنهم المريض واليتيم والعاجز والعالم والجاهل والغني. فالفرد لا يستطيع أن يعيش منعزلا عن الآخرين دون التشارك أو التضامن أو التعاون والتفاعل معهم. وهذا ما أكده العلامة ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع في مقدمته حين قال: الإنسان مدني بالطبع أو اجتماعي بطبيعته. ومعنى ذلك أن التضامن والاجتماع سنة كونية تفرض نفسها فرضا على الآخرين، فيحتاجون إلى تنظيم دقيق وتفاعل وتضامن مرتب حتى يشعر كل فرد بعضويته الكاملة في المجتمع، ويقوم بعمل ما عليه من واجبات، وينهض بأعماله دون تقصير. والواجب على العبد الرضا بحاله، وأن لا ينظر إلى من فوقه من أمور الدنيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. انظر إلى من هو أسفل منك، ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإنه أقدر ألا تزدروا نعمة الله تبارك وتعالى. إن المرء إذا نظر إلى من فضل عليه في الدنيا استصغر ما عنده من النعم فكان سببا لمقته، وإذا نظر للدون شكر النعمة وتواضع وحمد. إن سنة الثواب والعقاب سنة إلهية في القرآن الكريم. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولهذا الغرض وهذه السنة الإلهية خلق الله تبارك وتعالى الجنة ثوابا للطائعين والنار عقابا للعاصين. الواجب على المسلم تجاه هذه السنة أن يسارع إلى كثرة الأعمال الصالحة والابتعاد عن المعاصي، لأن أعماله كلها مكتوبة ومسجلة ومحصاة،
قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال المولى تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واعلم يا عبد الله أنك بعملك الصالح تبني بيتك في الجنة، فكل عمل صالح تعمله فهو لبنة بناء لبيتك في الجنة. يحكى أن رجلا رأى في المنام أنه مات وصعد إلى السماء، ولما وصل كانت دهشته كبيرة لما شاهد من جمال وحدائق رائعة والمنازل والقصور، فسأل عن أصحابها فأجابه أحد الملائكة: هذه المنازل والقصور للصاعدين من الأرض. ابتهج الرجل كثيرا وطلب من الملاك أن يرشده إلى مكان سكنه، فصار به الملاك إلى مكان حيث أصبحت المنازل متواضعة وفقيرة. قال الرجل للملاك: أين منزلي؟ فأشار الملاك إلى غرفة فقيرة صنعت من بعض الأخشاب، وقال له: هذا منزلك. غضب الرجل، قال للملاك: إذن لا أسكن في أحد القصور التي مررنا بها؟ ولماذا أنا هنا والبقية في الأماكن الأكثر رفاهية؟ أجاب الملاك: في السماء لا يوجد مواد أولية للبناء، فكل ما ترسلونه لنا من الأرض من أعمال صالحة نستعمله لبناء منازلكم لكم، وأنت هذا كل ما أرسلته لنا. وقتها يندم الإنسان فإنه لم يكثر من العمل الصالح، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. قال: لحياتي، ولم يقل في حياتي، كأن حياته لم تبدأ بعد. الحياة الحقيقية يا سادة في الآخرة، وما هذه الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال الإمام الفخر الرازي: يا ليتني قدمت، يقصد في الدنيا التي كانت حياتي فيها منقطعة لحياتي هذه التي هي دائمة غير منقطعة، وإنما قال لحياتي ولم يقل هذه الحياة، على معنى أن الحياة كأنها ليست إلا الحياة في الدار الآخرة. قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة. وهكذا فمن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن يزرع الشوك لن يحصد العنب. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.